بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل لانشون بيتش يا حبايبي بأسهل الطرق. والمقادير: 6 بيضات، 6 مكعبات جبنة نستو، كوباية دقيق، التوابل، معلقة صغيرة من كل حاجة، توم باودر، بصل باودر، حبهان نص معلقة صغيرة، معلقة بابريكا، معلقة كبيرة من الشوربة الفورية. ننزل ب6 بيضات في قلب الكبة، وبننزل عليهم بنص كوباية زيت، وبننزل ب6 مكعبات جبنة نستو، وبننزل بكل التوابل اللي احنا قلنا عليها، وبنضرب كل المقادير مع بعض. نضربه كويس عشان كل المقادير تندمج مع بعضها. بعد ما بنضربهم بننزل عليهم بمعلقتين نشا وكوباية الدقيق. طبعا احنا بنحب نعزز اللون عشان ميبقاش اللون فاتح. اي لون عندك متوفر، لون احمر. انا ما كانش عندي لون جل، كان عندي لون بودر، فنزلت بربع معلقه صغيره وضربتهم تاني عشان اللون يختلط معاه. ننزل معاهم بقى لو حابه فلفل اسود صحيح، او ممكن زيتون مخلي حسب رغبتكم او حسب المتوفر عندكم. ونقلب الفلفل مع المقادير. انا جبت هنا كيس حراري، قلت كيس حراري عشان اعرف ايه اتحكم فيه وانا بلف اللانشون. هنزل بالمقدار كله في قلب الكيس الحراري. لو مش عندك كيس حراري متوفر، عادي كيس، اي كيس تلاجة حطيناه في قلب الكيس ونفضي منه الهواء، ونسيب كده فراغ في قلب الكيس عشان اللانشون لما بيستوي بيتمدد. كده هنقص الزيادات من الكيس، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نبرمه كده. انا هلفه في استرتش عشان اعرف اتحكم في اني اسويه في شكل اسطواني. ما عندكيش ستريتش، ممكن برضو كيس عادي، كيس تلاجة عادي بنفتحه ونلف بيه. بعد كده لو ورق فويل قفل يستحسن برضو عشان نضمن ان مفيش اي مية واحنا بنسلقه تدخل جواه. نفرد ورق الفويل. بعد كده بنكون حاطين مية في حلة بتغلي على النار. هنجيب اللانشون وننزل بيه في قلب المية المغلية، نحطه في المية المغلية لمدة ساعة على نار متوسطة. بعد نص ساعة نقلبه على الناحية التانية. بعد ساعة نطفي عليه ونشيله. بعد ما نطلعه نستنى عليه ما يهدى خالص من السخونية، ونبتدي نقص الكيس. بس لازم نستنى عليه ما يهدى عشان ما يتفتفتش مننا. بعد ما يهدى لازم نحطه في التلاجة على الأقل ساعة أو ساعتين قبل ما نقطعه. بعد ما بيخرج من التلاجة بعد ساعتين نبتدي نقطعه كده شرايح رفيعة، شرايح رفيعة، شرايح سميكة، حسب الرغبة.